أهلا بيكم مرة تانية في بودكاست 1925. ضيفتي النهاردة إلهام مجدي. ازيك يا إلهام؟ هاي، ازيك؟ عاملة ايه؟ الحمد لله تمام. ازيك يا لال؟ طبعا ستنا مريم أهم حد، وبعدين مريم المجدلية، وبعدين اوكي، أخوات آلي عازر. انتي حكيتي لي عن أخوات آلي عازر. بالظبط. ايه حكاية آلي عازر نفسه بقى؟ لعازر نفسه القصة بتاعته ببساطة، وبرضه فيها من دور الست في الحياة، انه اخوات لعازر كان عنده اختين مرسى ومريم. ولما لعازر كان تعبان جدا، جه وقت كان تعبان والمسيح كان بعيد عن البلد خالص، وبعتوله كذا مرسال علشان يجي ويشوفه. وما كانش المسيح ما كانش بيرد، كان هو يسوع ما كان كانش بيرد. صاحبه. كان صاحبه، حد كلوز ليه جدا جدا جدا. فبعد كده بعد 4 أيام يسوع رجع. فطبعا قابلوه بعياط وبحزن شديد: يا سيد، انت صاحبك اللي انت بتحبه جدا مات وكان محتاجك، انت كنت فين؟ فيعني بقى يسوع بيقول لهم: لا، ما تقلقوش، احنا ده حصل علشان مجد الله يظهر. فهم ما كانوش فاهمين قوي، فقالوا له: تعالى شوف وكده، ده يعني مات بقاله 4 أيام. فقال لهم: لا، ما تقلقوش، يعني هنشوف هيعمل ايه. وفعلا راح لحد القبر وقال: يا لعازر يا لعازر يا لعازر، قوم. وفعلا زقوا الحجر من على القبر. ولازم أكد إنه اتزق يعني الناس اللي بره هي اللي زقت الحجر من على القبر. وقام لعازر ملفوف تماما بالكفن بتاعه. فأول لما طلع قال لهم: يلا فكوه وخلاص. تمام. وقام من الموت، لعازر قام من الموت بعد 4 أيام. فدي كانت من المعجزات العظيمة اللي المسيح عملها طبعا، وكانوا بسبب ستات. فبرضه نرجع ونقول دور المرأة القوي جدا جدا في الحياة المسيحية قوي خالص. عجبني جدا. شكرا. عجبني جدا جدا جدا. ميرسي. تصوري وانت بتحكي كده، يعني احنا بنتكلم في كفن، مش بنتكلم في هدوم. بالظبط. إذا طقوس الموت تغيرت والدفن تغيرت على مدى السنوات، مم. لأن دلوقتي احنا بندفن بالهدوم مش بكفن. مع إن كمان مم. زي المنديل يعني في الضروب اللي هو تحط على الوش. لا، آه، يعني ده بقى معلش واخدها من اتفضلي. فيلم قديم جدا، اللي هو فكرة الكفن اللي اتلف بيه كان متسمي ضروب، اللي اتطبع عليه وجه المسيح. المسيح تمام. بعض تفاصيل جسده يعني. مم. فده كفن. لفت نظري انه كان يعني كان الدفن بأكفان طبعا. ثم تغير. واللي بعده بقى. واللي بعده. طب تفتكري ليه الكنيسة الأرثوذكسية والكاثوليكية، يعني الإنجيليين مثلا ابتدى يبقى عندهم ستات أساوسة، وبروتستانت والكنيسة الأسقفية في إنجلترا، إنما ليه الكنيستين دول اللي هم أكبر كنايس ما بياخدوش المرأة كأسيس أو ككاهن؟ ده سؤال كبير قوي عليا. كبير قوي عليا. ده حقيقي. يعني اللي اعرفه انه بالنسبة للكنيسة الأرثوذكسية، انه حتى الشمامسة ممنوع ان هم يبقوا ستات. وده بالظبط. من البداية خالص لينا أدوار تانية. يعني ممكن نخدم في الكنيسة ومش لازم خدمة جوه الهيكل. أهم حاجة بلاش الهيكل. بالظبط. بنبعد عن الهيكل ليه؟ لأنه أصلا من البيت زمان اليهود أصلا كان عندهم الستات ما كانوش بيعظموها قوي. لا، ده هو يعني لو قلتي أصل العقد اللي تخص كل الستات هتلاقيها من اليهودية، وإن الست دي كلها نكسف نكسف بالظبط. نكسف نكسف ما ينفعش نكسف. تاكل معايا على الترابيزة. وما ينفعش تاكل من أكلي، تاكل بواقي أكل. ف I think إنها ممكن. وراثة عن اليهود. يعني أنا الحقيقة ده سؤال لئيم، لأن أنا عايزة أوصل للنقطة دي، لأن حتى عندنا في الإسلام كل اللي بيحقروا المرأة ودور المرأة
دي كلها ثقافة يهودية. بالضبط، ما هو ما تنسيش من حتى ساعة النقاب هو ثقافة يهودية ده حقيقي. بس، وإن والست مش عارفة إيه، والست أقل، والست مش عارفة إيه، وكل الكلام ده كله ده من الثقافة اليهودية. طيب الثقافة اليهودية دخلت مصر إزاي؟ Very good question. Thank you. إجابته من ساعة ما يوسف كان في مصر جاب أهله. أوكي، بني إسرائيل يعني. بالضبط، من أول طب لمّا بني إسرائيل دخلوا مصر بس عايزة مش من أقول يوسف، من بعد ما يوسف مات آه. already بقى في بني إسرائيل بغزارة في مصر، فلمّا بقوا بغزارة طبعًا نسيوا أصولهم إن هم إحنا داخلين بسبب يوسف، فنسيوا خلاص بقى وتأصّلوا وبقوا هم تعمقوا كنعانيين أصلا. كنعانيين. أوكي، بس في هنا نقطة خلافية، اتفضلي. اسمحي لي. طبعًا، اتفضلي. طيب إحنا ما عرفناش الشريعة اليهودية إمم، ككل الناس إلا بعد موسى. شريعة طبعًا، موسى هي شريعة اليهود، وأول من سماهم يهود كان موسى. طبعًا، قبل كده كان اسمهم بني إسرائيل. بالضبط، يعني إذا لا إبراهيم ولا إسحاق ولا يعقوب اللي هو إسرائيل ولا عياله كان يهود، ولا كانوا مسيحيين، لأن المسيح لم لأ يكن خلاص، يأتي طبعًا، بعد، وموسى ما كانش بُعِث بعد. إنما هي الثقافة الكنعانية let's put it this way اللي اتلبّست بعد كده خدوها اليهود ولبّسوها زي مثلًا هاقول لِك حاجة، إمم، مين اللي ترجم الترجمة السبعينية بتاعة الإنجيل؟ يهودي، لأ مش عارفة. إمم، يهودي، إمم، يهودي. كلّفوا بطليموس إن هو يعمل الترجمة. Do أوكي، you know that؟ ف دي جديدة. بنتبادل Thank you, thank you, المعلومات. thank you. بس أشوفكم في الحلقة الجاية. ميرسي يا إلهام. دريان نورتيني.